أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بيك امرأة برج العذراء. النهاردة هنتكلم عن عام 2024، وده طبعا تابع للتوقعات اللي نزلتها لكم في الفيديوهات السابقة. هو عام جميل لامرأة برج العذراء، سواء من الناحية العاطفية أو من الناحية المالية. القراءة دي قراءة عامة، يعني تنفع لكل العشريات الأولى والثانية والثالثة، وكمان تنفع لجميع الأعمار. لو أول مرة تشوف القناة شرفيني بالاشتراك وفعلي زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. امرأة برج العذراء، بشارة حلوة جيالك بقوة رب العالمين. شخص بيحبك هيكشف لك عن نفسه. هقول تاني: بشارة حلوة جيالك بقوة رب العالمين. شخص بيحبك هيكشف لك عن نفسه. أخيرا امرأة برج العذراء، هتبدأ صفحة جديدة وبداية جديدة في هذا العام المشرق، فسوف تكوني ملكة فوق عرشك. ابشري، فالخير قادم ليكي بالطريق. امرأة برج العذراء، هيكون عندك مفتاح الحظ وخبر سعيد بانتظارك، وهو خبر حلو بالفعل، لأن هيجعل بنيكي السعادة والفرح يملأ حياتك. فهناك شخص قريب جيدك، وهيبدأ معك كلام، وقوة كونية سوف تجمعك مع هذا الشخص. أيضا بالنسبة للمنفصلين، الحبيب سوف ينكسر كبرياؤه وهيريد أن يأتي إليك وراجع وعايز فرصة معك جديدة، وهيعمل المستحيل علشان يوصل إلى قلبك مرة ثانية. امرأة برج العذراء، الفترة دي هيكون عنديكي فترة راحة واستقرار وتفاهم مع من تحبي، فلا تعكري صفو حياتك بتذكر الماضي أو بالشك الكاذب، لأن هناك أخيرا يحدث الوفاق والتفاهم مع من تحبي. ولكن احذري الغيرة، فهي عمياء مدمرة. واعلمي تماما أن الحب الحقيقي يتميز في التضحية وإنكار الذات، فابتعدي عن المشاعر التي تسعى للتملك وتبعدك عن العواطف النبيلة. أيضا ابتعدي عن القيل والقال، ولا تكوني متطرفة في تصرفاتك وأقوالك، يعني ما تكونيش عصبية. انظري إلى الحياة بنظرة وردية، وإخلاع القناع القاتم الذي يحجب عنك النور والحقيقة الواضحة. فهناك شخص يحبك ويريد التقدم إليك، وأخيرا سوف يكشف نفسه ليك في هذا العام. كمان هيكون بسبب هذا الخبر الجميل هيكون عندك استقرار عائلي ملحوظ، ولقاءات وزيارات عاطفية سعيدة. ولكن خلي بالك إن الحياة سوف ترفرف السعادة على حياتك العاطفية إذا عرفت كيف تحتفظي بروح الدعابة والمرح. كمان خلي بالك، انت محاطة بعدد كبير من الحساد، فحاول انك اقضي حوايجك بالكتمان. كمان هيكون عندك بالفعل موعد مع الهدوء في علاقتك العاطفية، ولكنك قلقة نوعا ما، فادرسي بدقة وعناية كل العروض المقدمة لك، لأن مفتاح النجاح في يدك، والكل يعتمد على نضجك وحيويتك. لقاء عاطفي سوف يسعدك ويجدد أحلامك الوردية مرة ثانية في هذا العام. كمان في عندك زيارة مفاجئة من بعض الأقارب بتجلب لك خبر سار ومبلغا من المال، فهو عام البشائر الجميلة بالنسبة لامرأة برج العذراء. ولكن دايما بتميل يا امرأة برج العذراء انك تشعر بالذنب اتجاه الماضي الذي سوف يهدد حياتك العاطفية، فاترك الماضي ومشاكله، وابتدئي بابتسامة مشرقة لإعادة الأمل لحياتك مرة أخرى.
فالحب الحقيقي والصادق هيكون في حياتك، فتمسك به واحترمي مشاعر من تحبيه. كمان عليك بمواجهة الحياة بقلب شديد وجدية أكثر من ذلك، فالهروب جزء كبير من ضعف الشخصية. كمان في هذا العام مشروع جديد بيصادف نجاح باهر بالنسبة ليك. إذا كنت تخططي إنك تعملي مشروع، فهو في مشروع جديد هيصادف نجاح باهر بالنسبة ليك، وسيتيح لك أنك تقيمي علاقة مع الجنس الآخر يكون فيها انفتاح على السعادة. أيضا لا تنتظري مساعدة أحد في هذا العام، ولا تحاولي طلبها من أقرب الأقربين إليك حتى لا تشعري بالفشل. اعتمدي على نفسك، اعتمدي على فكرك، اعتمدي على حيويتك ونشاطك، تعاملي من إرادة حكيمة واندفاع منطقي، فسوف تضع الأمور في نصابها الصحيح، والنجاح سوف يكون حليفك. كمان خلي في ثقة في نفسك وثقة في الآخرين، ولا داعي للشك أو الغيرة لأنهما مدمران. امرأة برج العذراء، النجاح حليفك إذا احتفظت بأسرارك، وإذا أيضا فكرت بطريقة مملوءة بالحكمة والوعي والإدراك لمن حولك، لأن هناك تغير كبير وجذري في علاقتك العاطفية. عندك فوز، عندك حصاد لما زرعتيه من محبة هتفوزي بيه، عندك وليمة فرح داخل منزلك، في أخبار سارة وكلام رائع هيكون في حياتك، وبشائر حلوة جيالك. فاخلع النظارة السوداء وانظر إلى الحياة بنظرة تفاؤلية، فهذا عام السعادة العاطفية والمالية أيضا. أنا مش هطول عليكي، ولكن لو عجبك الفيديو شرفيني بالاشتراك، وإلى اللقاء.